طلع على نعم. أن والده قد تبرأ منه، والده يتبرأ منه ويجي يقدم نصيحة للشعب الجزائري الجمهورية، ويزعم أن الجزائر ظلمت المغرب. يعني هذا موقف كان عليه أن يكون حياديا يصلح. حتى إذا افترضنا أن الجزائر مختلفة مع المغرب أو مع أي بلد، على أهل العلم يصلحوا ويرقعوا نعم. ويحاولوا يحسنوا النيات، ماشي يجي يتخذ طرف ويطعن في أمة بأكملها. في نقطتين: النقطة الأولى، استمعوا هذا الإبليس اللي هو ينصح، يقول يتوقع حرب بين الجزائر والمغرب، ويقول إنها حرب ظالمة. ثم وش يتوقع الانتصار؟ ويقول قضية المغرب عادلة، وهذه الحيثية بالذات هي من يجعل النصر للمغرب بكل اعتبار، حتى بالاعتبار العسكري. أتصور يتوقع، يتوهم المؤمن ما يتمنى